السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم منينا احمد، اخصائية تخدم من اكاديمية اي تي. احنا المرة اللي فاتت لو انتوا فاكرين اتكلمنا عن الاعاقة السمعية واسبابها. النهاردة هنتكلم عن ازاي اعالج طفل عنده اعاقة سمعية. تمام؟ اعالج بقى طفل عنده اعاقة سمعية ازاي؟ باستخدام 6 اساليب او 7 اساليب. ان انا اتكلم معاه بلغة الاشارة واتكلم معاه باللغة التعبيرية، زي الوش والصوت والحركة والايد والشفايف والعين. استخدم معاه البقايا السمعية، استخدم معاه التطبيقات الالكترونيه زي مثلا اللابتوب، الكمبيوتر، التليفون. اشغله حاجه واخليه يقول دي ايه، اجيب له كارت واكتب عليه مثلا، احط عليه صوره ولد واقول له ده ايه، هيقول لي ده ولد اللي هو. واجيب صوره بنت واقول له دي ايه، هيقول لي بنت اللي هي انا. واتكلم معاه في مواضيع واخليه يندمج معايا ويرد عليا. اقول له حاجات ويخليه يرد عليا، مثلا اجيب له مثلا كتاب اقرا حاجه في الكتاب واخليه يقول لي او يعيد ورايا الجمله، اخليه يقرا قدامي ويندمج معايا في حاجات، بحيث ان انا اشغل البقايا السمعيه عنده واخليه يندمج معايا اكتر. اجيب له حاجات تعبيريه، رموز تعبيريه، اخليه يندمج معايا في الكلام، واقول له مثلا موضوع، اخليه يفتح معايا موضوع تاني، موضوع تالت، اخليه يقرا ويكتب معايا وهو قاعد. بس ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وسبسكرايب وشير عشان يوصل كل جديد، وشكرا ليكم.